أنا عمري ما كنت أتخيل إن بيت جدي في اسكندرية اللي قضيت فيه طفولتي كلها يخبي كل الرعب ده. البيت كبير، مبني بالطوب الأحمر على طراز قديم، ليه شبابيك خشب وبلكونات بتتهز مع الهوا. بعد ما جدي مات البيت اتساب فاضي، وأنا الوحيدة اللي كان عندي الشجاعة أروح وأقعد فيه. كنت دايما بحس إن ليا ذكريات حلوة فيه، مش حابة إن هي تضيع. المرة دي قررت أروح أقعد فترة طويلة، لكن البيت كبير قوي وأنا لوحدي، فقررت أجر أوضة صغيرة في الدور الأرضي لست كبيرة عايشة لوحدها في نفس المنطقة، اسمها مسلم. ست خرصة، مش بتتكلم غير بالإشارة أو تكتب على ورق. عينيها غريبة جدا، لما تبصلك بتحس إن هي بتقرا اللي جواك. من أول ليلة وهي سكنت في البيت حسيت إن في حاجة اتغيرت. الهدوء بقى خانق. بالليل وأنا نايمة سمعت خطوات تقيلة نازلة وطالعة على السلم الخشب. في الأول قلت يمكن من الشارع، لكن الخطوات كانت جوه البيت. الصبح لقيت باب أوضة من اللي جدي كان قافلهم بالمفتاح مفتوح شوية. أنا متأكدة إن أنا قافلاه. سألت مسلم بنظراتي، هي ابتسمت ابتسامة باردة وكتبت لي ورقة: ما تفتحيش الأوض المقفولة مهما حصل. الكلام ده خلاني اتجمد مكاني. ليه؟ ايه اللي جوه الأوض؟ بعد كام يوم وانا في المطبخ لقيت ورق قديم متقطع ومرمي على الأرض. الورق ده عليه أسماء كلها من عيلتي، اسم جدي واسم عماتي، كلهم متشطبين بقلم أحمر غامق. لكن المرعب إن لقيت اسمي أنا مكتوب في الآخر، بس مش متشطب. جريت على مسلم بسرعة ووريتها الورق. وشها متغيرش، كتبت لي بسرعة: انتي دورك جاي. أنا اتجننت، مسكت الورقة ورميتها وزعقت لها: انتي مين وعايزة مني ايه؟ بس هي فضلت واقفة، وعينيها حتى ما رمشتش، كأنها مش هنا. الليلة اللي بعدها صحيت الساعة 3 الفجر على صوت تكسير جامد فوق. ما قدرتش أقاوم فضولي. طلعت بالسلم الخشب ورجلي بتترعش لحد ما وصلت أوضة جدي اللي كان دايما بيقفلها. لقيت الباب مفتوح وريحة تراب قديم وهدوم محروقة مالية المكان. دخلت ولقيت صورة عائلية مرمية على الأرض، كل الصور مشوهة، الوشوش محروق نصها أو متشطب عليها بقلم أسود. لكن اللي صدمني أكتر صورة كبيرة لجدي متعلقة على الحيطة، وراها ست واقفة، ست شبه أم سليم بالظبط بس أصغر في السن. نزلت أجري أدور عليها، لقيتها قاعدة في الصالة ساكتة. مسكت الصورة ورفعتها في وشها: دي انتي صح؟ هو انتي ايه اللي ربطك بجدي؟ وشها اتبدل وعينيها اتغيرت كأنها رجعت بالسنين لورا. مسكت ورقة وكتبت بسرعة: أنا كنت خدامة في البيت ده زمان، جدك ظلمني، أنا وعيلتي كلها ماتت هنا ولسه عايشة في الأوض. يعني ايه لسه عايشة؟ وفجأة سمعت صوت همسات طالعة من فوق، أصوات كتيرة جدا بتتكلم مع بعض. رجعت أبص على السلم، لقيت ظل أسود طالع من الأوضة زي دخان بيتجمع وبياخد شكل بني آدمين. أم سليم قامت واقفة وإشارتها كانت واقفة، وقالت لي: خرجي دلوقتي.
لكن رجلي ما كانتش شايلة جسمي. الظلال دي نزلت بسرعة من السلم، والأصوات بقت صرخات عالية جدا. قبل ما يلمسوني أم سليم صرخت صرخة كبيرة، ما طلعتش بني آدمة، صرخت صرخة كلها هدوء. الظلال وقفت مكانها ورجعت تدوب في الهوا. أنا جريت برا البيت ولحد دلوقتي مرجعتش تاني. لكن الغريب، لما عديت بعدها من عند البيت سألت عن المسلم. كل الناس قالولي مين؟ مفيش حد في البيت ده عايش هنا من سنين. أم مسلم ماتت من 30 سنة.